هاي اصحابي، شايفين الطبقات دي كلها معمولة من مكونين اتنين بس. هناكل احلى كنافة من غير اي تعقيدات. بس اول حاجة متنسوش انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفة على طول. كل اللي هنحتاجه ان احنا هنجيب اول حاجة الكنافة عادي جدا. يا ريت ان احنا نكون مفرزينها قبلها لان ده بيكون سهل علينا اكتر بكتير واحنا بنفكها. هنبدأ ان احنا نفكها بايدينا عادي جدا ونحطها في الصينية، وبعدين هنستخدم بقى اي نوع صينيه احنا حابينها. استخدمنا الصينيه دي علشان نحطها على النار من فوق، وده بيكون عادي كنوع من انواع التسويه. ممكن تستخدموا فرن عادي ان انتوا تحمروه فيها، بس انا استخدمت المره دي ان انا احمرها من فوق على البوتاجاز عادي. فاختاروا نوع صينيه يستحمل ان هو يسوي الكنافه من فوق. هنبدا ان احنا نحط هنا معلقه السمنه تسيح عادي جدا مع الكنافه، وهنبدا ان احنا نقلبها تقليب مستمر علشان تاخد لون الذهبي اللي هنوصله في الاخر. هوريكم برضو اللون اللي انا عايزاه. هنفضل نقلب فيها كتير كده شويه لحد ما تتحمر معايا وتاخد اللون الجولد اللي هتشوفوه في الاخر، وتبقى مقرمشه كده ولذيذه قوي. وكل المكونات اللي هنحتاجها ان احنا هنحتاج الكنافه نحط عليها السمنه، وهنحتاج ان احنا نحط الكريمه او الكريم شانتيه. بس اقول لكم تركه كده تخليها حلوه قوي وتديها طعم اضافه حلوه قوي، وبمكونات كلها موجوده عندكم في البيت عادي جدا. مش محتاجين اي حاجه نجيبها من بره ولا اي مكونات غاليه خالص. هنا كان في نص التحمير بتاعها، بوريكم بس لونها بدأ شويه ياخد لون جولد. وبنبدأ ان احنا نقلب تقليب مستمر عشان ما تحرقش مني من حته وحته لا. فبنبدأ ان احنا نقلبها، وهعمل معاكم الكريم شانتيه لحد ما تتقلب شويه. كل اللي هحتاج ان انا اجيب الويب كريم، وهبدأ ان انا افضي الظرف عندي في اي بولة هشتغل فيها، وهنزل عليه بكوباية من اللبن الساقع، او ممكن تستخدموا ميه ساقعه عادي اللي انتوا حابينه. وابدا ان انا اقلب الميكس ده. بياخد وقت طويل شويه في التقليب، فادوا راحته كده وما تقلقوش، هو هيوصل في الاخر للقوام اللي احنا عايزينه. وطبعا انا كنت مسرعه الفيديو اختصارا للوقت، وزي ما انتم شايفين بصوا القوام بتاعه بدأ يتقل ازاي. وكل اللي محتاجين ان احنا نبقى بنضربه على درجه عاليه، وبعدين بس بنقلبه كده زي ما احنا شايفين، وبيوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده. وبس كده، سهله قوي وسريع، محتاجش اي حاجه خالص. بس اقول لكم التركه بقى اللي انا هعملها. بصوا ده القوام بتاعه. وبس تعالوا نشوف بقى الاول الكنافه بتاعتنا وصلت لايه كده. درجه التحمير بدات ان هي تحمر معايا شويه، وبدات ان هي تاخد اللون اللي انا عايزاه. كل ما بيبقى مقرمشه اكتر بتاخد لون جولد اكتر، كل ما بيبقى طعمها احلى بكتير. هضيف بقى هنا الكريمه اللي انا عاملاها في البيت وعملتها معاكم في الفيديو اللي فات، وهقول لكم على المكونات بتاعتها تلاقوها كلها تحت في صندوق الوصف. هحتاج هنا كوبايتين كبار من اللبن، هحط عليهم معلقتين كبار من كريم شانتيه، واحط عليهم معلقه كبيره من القشطه، وهحط عليهم اخر حاجه معلقه نشا بس بكون مدوباها بره. وبنزل على الخليط ده كله مع بعض كانه شبه المهلبيه كده، وبعدين اضيف منه معلقتين كبار للكريم شانتيه، ونرجع نضربهم مع بعض. وتعالوا بقى نحضر الشربات علشان هنسقي بيه الكنافه بتاعتنا. ودي بقى المكونات اللي هحتاج فانيليا سائله، معاها كوبايه من السكر، قدها كوبايه من الميه، ومعلقه صغيره من العسل، وطبعا رشه الليمون اللي هتمسك معايا الكلام ده كله مع بعض. فتعالوا نشوف الوصفه كامله.
وبكده يكون جاهز معايا الشربات. بطفي عليه هو بيبدأ يتقل، وبعدين بسقي بيه بقى الكنافة ونبدأ بقى نكمل الطبقات بتاعتنا. بحط طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة بالكريم شانتيه اللي انا عملتها، وارجع اكمل الطبقات لحد ما توصل بالشكل ده. تقدروا بقى تزينوها من فوق باي حاجة تانية. انا حطيت عليها طبقة تانية من الكنافة وحتة من الكريمة. ممكن تحطوا لها مكسرات، ممكن تحطوا لها اي فاكهة انتوا حابينها، بس بجد خطيرة ولازم تجربوها. وهستناكم في اختراع بكرة. باي.